المتعارف عليه في المباني السكنية ان عرض البلكونة اللي هو بروز البلكونة بعد الأعمدة الخرسانة بيكون من متر ل 120 سم. بس في الموقع اللي احنا فيه عملنا بلكونات بروزها بعد الأعمدة 180 سم وبلكونات بروزها 198 سم. هقيس لكم دلوقتي البلكونة الصغيرة وبعدين هقيس لكم البلكونة الكبيرة واقول لكم ازاي قدرنا نعمل ده ونكون ضامنين 100% ان ما هيحصلش عندنا اي مشكلة. هقيس دلوقتي عرض البلكونة الصغيرة او بروز البلكونة بعد الأعمدة زي ما انتم شايفين كده، بروزها 180 سم او 181 سم بالظبط. هوريكم دلوقتي بروز البلكونة الكبيرة اللي هي على الشارع الرئيسي. زي ما انتم شايفين كده، ده كده عرض البلكونة او بروز البلكونة بعد الأعمدة. ممكن نقرب البروز اهو زي ما انتم شايفين 198 سم. صور من هناك كده تمام. وكان عندنا بلكونات في غرف النوم دخلناها جوه الغرفه، يعني بدل ما نعمل بلكونه عملنا برج اللي هو بيكون عباره عن حيطه فيها شباك. لو بصينا كده ده العمود والجزء ده كله كان بلكونه، بس عشان نوسع الاوضه عشان عندنا بلكونات كبيره في الريسبشن دخلنا الجزء ده كله في الاوضه وقفلناه برج، يعني حيطه فيها شباك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والحمد لله ما فيهاش اي مشكله. علشان نعمل البروزات دي ونكون متاكدين ان شاء الله بنسبه 100% ان مفيش اي تريح في البلكونات ممكن يحصل او اي خطر انشائي يحصل للسقف، لازم نعمل تصميم كامل للبلكونات دي بناء على الاحمال اللي وقع عليها وبناء لاشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانيه. ده غير ان لازم يكون في اشراف كامل من اول ما الحداد يبدا يطلع على السقف لحد ما الحداد يفنش السقف نهائيا ونصب السقف، لان اي سيخ هيبقى ناقص في البلكونه طبقا للتصميم ممكن يعمل لنا مشكله بعد كده.